اهلا بيكم في ليدي مارمر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض غدوه كده على السريع، تنفع غدا تنفع عشاء. الولاد هيحبوها قوي، هي بيتزا. بس البيتزا بتاعتي النهارده هي اسمها بيتزا الطاسه. سريعه وبتخلص بسرعه وتتعمل على الطاسه، مش محتاجه ولا تتخمر فيه ولا تدخل الفرن. ايه رايكم تيجي نشوف المكونات؟ دي مكونات العجينه. انا هحتاج كوبايه دقيق، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه كبيره لبن بودره، معلقه صغيره ملح، ونص كوبايه ميه دافيه. هنشوف هنحتاجها ولا لا. تعالوا بينا نشتغل ونشوف يلا بينا نشتغل مع بعض. هجيب اول حاجه معلقه الدقيق، كوبايه الدقيق. دي كوبايه الدقيق، ده الكوبايات المعياريه اللي انا بشتغل بيها. هنا كوبايه واحده دقيق، وهنا هشتغل بالمعلقه الصغيره. انا محتاجه معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، رشه ملح، معلقه صغيره سكر، وهحتاج معلقه لبن بودره. لبن البودره بيديها غنى كده في الطعم. اهي هلفهم كده بالويسك كده مع بعض، بدي كده بالاداه دي هلفهم سوا. تمام. ممكن كمان اضيف للعجينه رشه توم باودر ورشه بصل باودر، بيدي غنى كده للعجينه وبيديها فليفر حلو قوي. مش كتير، رشه كده خفيفه. دايما البصل بيبقى تقيل شويه في النزول كده. هلفهم كده، هقلب، وبعدين بايديا هعجن بقى. هنزل بالميه نص كوبايه ونقلبها مع بعض. شايفين؟ اهو. اعتقد ان انا هحتاج ميه تاني. هحتاج دقيق كمان. ما كانش المفروض اضيف الميه كامله، محتاج حبه صغيرين نلم بيهم بس الدنيا. اهو لحد ما تبقى ما بتلزقش في ايدي خالص، تطلع لوحدها من الطبق وما بتلزقش في ايدي. اهو العجينه تقريبا كلها لمت اهي. ده شكل العجينه بتاعتي. العجينه دي مش بترتاح، بنشتغل بيها على طول. خليكم معايا ونشوف الخطوه اللي جايه. ورجعنا تاني نشوف باقي البيتزا بتاعتنا. انا هنا عملت تلات كور، يعني عشان هعمل 3 بيتزات، وهعملها بالسوسيس. انا عندي هنا سوسيس كنت سلقاه نص سلقه كده ومقطعاه عشان ميبقاش ني، وعندي هنا طماطم، فلفل رومي اخضر اصفر احمر وزيتون، وعندي هنا مشكل جبن، دي جبنه موتزاريلا دي في الاخر، وعندي هنا جبنه شيدر. ودي الطاسه اللي انا هعمل فيها
البيتزا دهناها بس دهنه زيت. ونسيت اقول لكم كمان عندي كاتشب، انا قلبها على وشه كده عشان قرب يخلص ينزل بسهوله معايا. هفرد العجينه دي، هفرد العجينه هنا في الطاسه، هفردها وارجع لكم. شايفين انا هنا فردت العجينه في الطاسه بتاعتي اهي، هتكفي طاسه كبيره. عايزه اقول لكم مشبعه جدا يا جماعه. وحطيت هنا حبه كاتشب وهفردهم كده، هوزعهم بالفرشه على العجينه اهو، شايفين. وابتدي بقى اوزع كل الحاجات بتاعتي في العجينه. هبتدي الاول بالسوسيس او الهوت دوج او النقانق زي ما بتسموها عندكم في بلدكم. اهو كده. انا الحقيقه بقطعهم صغير، والخضار والفلفل وكله بقطعه صغير علشان الولاد بس يعرفوا ياكلوا منه. احط طماطم بتخليها جوسي كده ومش ناشفه. احط فلفل رومي، فلفل اصفر احمر، وهحط زيتون. كده وهبتدي اضغط كده عليهم بايديا. مش هكتفي بكده بس، لا ده انا هغرقها دلوقتي جبن. شايفين الجبنه؟ انا هغطيها كلها تقريبا بالجبن. والاهم من دي الموتزاريلا، علشان الموتزاريلا هي اللي هتمسك المكونات في بعض. شايفين هي بس ناشفه شويه، لما تفك هتفرد على البيتزا اهي. ده كده اهو شكل البيتزا بعد ما ركبنا كل المكونات وكوناها. هنروح بيها على النار اهو. انا كده حطاها على النار، هسيبها تاخد وتدي مع بعضها في العجينه. مش عايزه نار عاليه، نار متوسطه. عايزه اوريكم البيتزا شكلها من تحت عامل ازاي. بدات اهي تستوي، شايفين اهي شكلها حلو قوي. بس لسه المكونات ما ساحتش. هعمل ايه؟ هوطي النار خالص خالص وهغطيها بغطا حله كده عندي عشان السخونيه تتكتم ما تخرجش. وده يا بنات شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما خلصت. شايفين قد ايه جميله؟ بصوا مستويه جدا. تعالوا اوريكم من تحت عامله ازاي. من تحت مستويه كبيره قوي ومليانه حاجات، مليانه يعني غنيه كده. ما حدش يقدر يكملها، لا يمكن فرد يقدر يخلصها. اعملوا الطريقه دي هتعجبكم.